قالوا لي إنه استجواب، لكنني وجدت نفسي في غرفة مغلقة وفراش أحمر ينتظرني. بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، لم يكن الرعب فقط في أصوات القذائف أو الدمار الذي عم المدن، بل كان هناك رعب آخر أكثر ظلمة وأكثر وحشية. اليوم ولأول مرة تخرج إحدى الناجيات عن صمتها وتكشف الحقيقة التي لم يجرؤ أحد على قولها. عندما اندلعت الحرب كنت أعلم أن الأمور ستتغير، لكنني لم أكن أعلم أن حياتي ستنقلب رأساً على عقب بهذه الطريقة. كنت أعيش في كييف، طالبة جامعية، أدرس الأدب الإنجليزي، لم أكن يوماً سياسية، لم أكن حتى مهتمة بالسياسة، لكن الحرب لا تسأل أحداً إن كان مستعداً لها أم لا. كنت أعيش مع والدتي وأخي الصغير، أما والدي فكان ضابطاً متقاعداً في الجيش الأوكراني. رغم أنه ترك الخدمة منذ سنوات، إلا أن ذلك لم يكن مهماً بالنسبة لهم. في زمن الحرب الجميع يحاسب على ماضيه. في أحد الأيام بينما كنت أساعد أمي في تخزين بعض المواد خوفاً من انقطاع الإمدادات، سمعنا صوت سيارات تتوقف عند باب منزلنا. لم يكن الأمر غريباً، فالحرب جعلت الجميع في حالة تأهب، ولكن هذه المرة كان هنالك شيء مختلف. قبل أن أفهم ما يحدث، كان هناك جنود روس يقتحمون المنزل. كانوا مسلحين بالكامل، يرتدون سترات واقية، وجوههم باردة كالحجر. قال أحدهم بصوت هادئ لكنه مخيف: أين والدك؟ أجابته أمي. قالت له أنه لم يعد في الجيش منذ سنوات. لم يهتموا بذلك. نظرت إليهم وعرفت أنهم لم يأتوا من أجل والدي فقط. أحدهم أشار إلي وقال: تعالي معنا. لم يكن لدي خيار. اقتادوني إلى الخارج، حيث كانت هناك شاحنة عسكرية كبيرة، وكان هناك نساء أخريات. لم أعرف أي واحدة منهن، لكن جميعنا كنا نرتجف. كنت أبحث في وجوههن عن إجابات، لكن لا أحد كان يعرف إلى أين نحن ذاهبون. ركبنا الشاحنة وأغلقوا الباب بإحكام. كانت الرائحة خانقة، مزيج من العرق والخوف واليأس. لم يكن هناك نوافذ، ولم يكن هناك مجال للرؤية. فقط كنا نجلس هناك ننتظر مصيراً مجهولاً. لم أكن أعرف إلى أين نحن ذاهبون، لكنني كنت متأكدة أن المكان لن يكون جيداً. في البداية كانت الشاحنة تتحرك ببطء داخل المدينة، ثم بدأنا نشعر أننا خرجنا إلى طريق أطول، طريق لم نكن نعرفه. لم يكن هناك صوت سوى المحرك، وأحياناً صوت شهقات بعض النساء اللواتي لم يستطعن كتم بكائهن. مرت ساعات، لم أعرف كم بالضبط، لكنني كنت أشعر وكأننا قد عبرنا نصف البلاد. لم يكن لدينا أي فكرة عن الاتجاه الذي نسير إليه، ولا عن المكان الذي سيأخذوننا إليه. أخيراً توقفت الشاحنة، ساد الصمت، ثم فتح الباب وضربنا ضوء قوي في أعيننا، وكأننا خرجنا من عالم آخر. كنا في قاعدة عسكرية مهجورة، أو ربما سجن. لم يكن هناك لافتات، لم يكن هناك شيء يدل على أننا ما زلنا في أوكرانيا. ولكن الشيء الوحيد الذي كنت أعرفه هو أن حياتي القديمة انتهت عند هذه اللحظة، وأن ما سيأتي بعد ذلك سيكون أسوأ مما تخيلت. في البداية عندما أنزلونا من الشاحنة حاولت أن أتمسك بأي أمل بأن الأمر مجرد استجواب، ربما يريدون فقط جمع معلومات. لكن سرعان ما بدأت أدرك الحقيقة المرعبة. تم إدخالنا إلى قاعة واسعة كانت باردة ومظلمة، بالكاد يوجد فيها ضوء خافت ينبعث من المصابيح العتيقة. نظرت حولي فرأيت العشرات من النساء، كلهن كن خائفات، وجوههن شاحبة، بعضهن يرتجفن وأخريات بالكاد يستطعن الوقوف. كان الجو مشحونا بالخوف، كأننا في انتظار حكم بالإعدام. ثم دخل الضابط. كان طويل القامة، يرتدي زيا عسكريا، لكنه لم يكن مثل بقية الجنود. كان مختلفا، تصرفاته، نظرته، حتى طريقة مشيته، كل شيء فيه كان يوحي بأنه ليس مجرد عسكري عادي. بدأ يتجول بيننا، يمشي ببطء، ينظر في أعين الفتيات واحدة تلو الأخرى كما لو كان يختار شيئا ما. وقف أمام فتاة شقراء ذات عيون زرقاء، حدق فيها لثوان، ثم أشار إليها بإصبعه، ثم مشى قليلا واختار أخرى ثم أخرى. كنت أقف هناك أتظاهر بعدم الوجود، أغمض عيني للحظات، لكنني سمعت صوته ينادي: أنت. فتحت عيني ورأيته ينظر إلي مباشرة. لم يكن هناك خيار. تقدمت للأمام بخطوات ثقيلة وأنا أشعر أنني أنتزع من جسدي. كنا 7 فتيات فقط، تم فصلنا عن بقية النساء وكأننا في مزاد بشري. لا أعرف لماذا تم اختيارنا نحن بالذات، لكنني شعرت بأن الأمر لم يكن اعتباطيا.
كانوا يختارون بناء على الشكل، على شيء في مظهرنا أثار انتباههم. أخذونا إلى غرفة صغيرة كانت مختلفة تماماً عن القاعة السابقة. كان هناك سرير واحد فقط في الزاوية، جدرانها كانت سوداء قاتمة، الإضاءة خافتة جداً، بالكاد يمكننا رؤية بعضنا البعض. جلسنا هناك في صمت ثقيل، كل واحدة منا تنظر إلى الأخرى، لكن لا أحد يتكلم. بعد فترة جاء جندي وأخذ الفتاة الأولى. قالوا لنا إنها ذاهبة للاستجواب. انتظرنا عودتها، لكنها لم تعد. وكل ليلة كانوا يأخذون واحدة منا. كان يقال إنه تحقيق، لكننا كنا نعلم أنه شيء آخر تماماً. عندما جاء دوري كنت مستعدة للأسوأ، لكن ما حدث فاق كل تخيلاتي. دخلت الغرفة وهناك كان يجلس الضابط نفسه. كان مختلفاً هذه المرة، لم يكن يرتدي بدلته العسكرية بل ملابس مدنية، وكأنه شخص آخر تماماً. نظر إلي وقال: اجلسي. جلست على الكرسي المقابل له. قال: أنت هنا لأن والدك ضابط أوكراني، صحيح؟ قلت له: لقد تقاعد منذ سنوات، لم يعد له أي علاقة بالجيش. ابتسم ابتسامة ساخرة وقال: أعلم ذلك. عندها أدركت أنني لم أكن هنا من أجل استجواب سياسي، لم يكن الهدف والدي أو أي معلومات عسكرية، لقد كانوا يعلمون كل شيء بالفعل. ثم اقترب أكثر وقال بصوت منخفض: لكن هذا لا يهم. في تلك اللحظة شعرت بقشعريرة تسري في جسدي. أدركت أن ما كان يحدث هنا لم يكن استجوابا على الإطلاق، بل شيء آخر تماما. كان الضابط يتصرف كأنه ليس جزءا من جيش النظام، بل أقرب إلى عصابات خارج القانون. لم يكن هناك أي ضوابط، أي قوانين، أي شيء يحكم ما يجري داخل هذه الغرفة. خرجت من الغرفة في تلك الليلة وأنا أشعر أن جزءا مني قد مات، أنني لم أعد الشخص نفسه الذي كنت عليه قبل الحرب. لكن الكابوس لم ينتهي، كل يوم كان يأتي بجحيم جديد، وكانوا يلعبون لعبة نفسية قذرة. كانوا يعاملوننا كأننا لسنا بشرا، كأننا مجرد أدوات لا قيمة لنا. لم يكن هناك نوم، لم يكن هناك طعام كاف، لم يكن هناك أي شيء يجعلنا نشعر أننا ما زلنا على قيد الحياة. بدأت أفقد الإحساس بالوقت. لا أعرف كم مر من الأيام، لكن بدا وكأنه دهر. ثم ذات يوم سمعنا أصوات انفجارات قريبة. كان هناك شيء يحدث في الخارج. ثم بدأ الجنود يصرخون، بعضهم كان يركض في كل الاتجاهات. كان هناك فوضى غير مسبوقة. أدركنا أن القوات الأوكرانية كانت تقترب، وأنهم ربما سيستعيدون هذه المنطقة. كنت لا أزال في تلك الغرفة، أجلس مع الفتيات الأخريات، نسمع أصوات القصف تقترب. ثم بدأ الباب يفتح بقوة، ودخل جنود بملابس مختلفة. كانت القوات الأوكرانية. أخذنا إلى منطقة آمنة. كان الأمر وكأنني انتقلت من عالم إلى عالم آخر تماماً. في البداية لم أستطع تصديق أننا خرجنا من ذلك الجحيم، أنني لم أعد في تلك الغرفة، أنني لم أعد أسمع صراخ الفتيات. لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة. لمجرد أنك خرجت من الجحيم لا يعني أنك خرجت منه حقاً. ما حدث هناك سيبقى معي إلى الأبد. لا أستطيع النوم بدون كوابيس، لا أستطيع التحدث عن الأمر بسهولة، لا أستطيع حتى أن أكون الشخص نفسه الذي كنت عليه قبل الحرب. لقد أخذوا مني شيئاً لن يعود أبداً، لكنني على الأقل خرجت، وهذا بحد ذاته معجزة. بعد عامين على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت بعض النساء الأوكرانيات في كسر حاجز الصمت والتحدث عما تعرضن له على أيدي الجنود الروس. قصص مروعة كانت حبيسة الخوف والصدمة بدأت تخرج إلى العلن بعدما قررت هؤلاء النساء أن يتحررن من قيود الصمت وأن يروين الحقيقة كما هي دون تزييف أو مواربة. اليوم هن لا يتحدثن فقط من أجل أنفسهن، بل من أجل كل الضحايا الصامتات اللواتي لم يجدن القوة أو الفرصة للكلام. هذه ليست مجرد شهادات فردية، بل صرخة مدوية في وجه الظلم، صرخة قد تكون البداية لمحاسبة الجناه ولمنع تكرار هذه المآسي في أي حرب أخرى. ما حدث لن يمحى بسهولة، لكنه سيبقى شاهداً على وحشية الحروب وعلى شجاعة النساء اللواتي رفضن أن يكن مجرد أرقام في قوائم النسيان.